هلو. النهاردة آخر فيديو من فيديوهات هواية الحرق على الخشب. نتكلم عن المشروعات اللي ممكن نعملها من الهواية دي، وفي آخر الفيديو كمان هنثبت مع بعض ورق الذهب زي ما قلتلكوا في الفيديو اللي فات. واحنا مكملين في سلسلة اكتشف هوايتك، بس هنوقف شوية الفترة دي علشان ابتدت فترة الكريسماس، وطبعا مش هنعدي الفترة دي غير لما نعمل ديكورات الكريسماس ونحتفل سوا مع بعض. وبعد كده هنرجع للهوايات تاني، والهواية الجاية مش قادرة اقولكوا قد ايه بتدي طاقة وبتنقذني في الاوقات الصعبة. الهواية دي بحب اخليها مليانة الوان وطاقة، بس في نفس الوقت ممكن تستخدموا فيها القلم الاسود بس. يا ترى خمنتوا الهواية دي ايه؟ لو عرفتوا اكتبولي في الكومنتات تحت، ولو ما عرفتوش اكتبولي برضو تحت، لاني بحب اقرا كومنتاتكم واشوف ارائكم في الفيديوهات، وكمان اعرف انتوا بتحبوا ايه. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي انا بحب اجهز نفسي والمكان اللي هشتغل فيه. يعني بحب اشغل فيلم، اولع شمعة ريحتها حلوة، ممكن تشغلوا موسيقى حلوة او تسمعوا بودكاست انتوا بتحبوه. المهم تدخلوا نفسكم في مود حلو. احنا بنتعامل مع الهواية بتاعتنا، مش بنتعامل مع الشغل. الهواية دي هي اللي هتخرجنا من ضغط الشغل، فلو اتعاملنا معاها بنفس الطريقة وما دخلناش نفسنا في مود كويس يبقى ايه فايدتها؟ انا جهزت الصورة دي عشان نشتغلها مع بعض النهاردة، وفي الاخر هنلزق عليها ورق الذهب، ولو في اي ملاحظات هقولها لكم في النص. انا بعتمد على اننا عملنا الحاجات دي مع بعض قبل كده في فيديوهات تانية، فمش بشرح حاجات كتير الا اذا في حاجة ممكن نكون ما عملناهاش قبل كده مع بعض. فلو ده اول فيديو ظهر لكم او انتوا جداد معانا على القناة فاهلا بيكم، وياريت تتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده علشان قلنا فيها خطوات وتريكات مهمة جدا، وعلشان كمان تتابعوا معانا من الأول احنا عملنا ايه مع بعض. وعلى العموم أهلا بيكم في عيلة جليتر داي. احنا هنا بنهتم بكل الهوايات والديكور والدي اي واي والكرافت كمان، فلو حابين تعملوا حاجات بإيديكوا وديكورات تحفة بنفسكوا وتقضوا وقت جميل كله طاقة وحيوية، فالقناة دي مخصوص علشانكم. فأهلا بيكم مرة تانية في قناة جليتر داي. انا بشتغل هستغل الوقت وادردش معاكم في افكار للمشروعات اللي ممكن تتعمل بهواية الحرق على الخشب. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة وابسط حاجة الاكسسوارات، زي الميداليات والسلاسل والحلقان والبريسلت او الحظاظات. كل ما يخص الاكسسوارات كبداية بتبقى مناسبة جدا. فكرة تانية مناسبة جدا وفي نفس الوقت جميلة جدا، زي الكوسترز اللي بتتحط عليها الكوبايات او تعليقات العربية، وكمان البوك ماركس. احنا عملنا بوك مارك قبل كده مع بعض في تاني حلقة تقريبا. الفكرتين اللي فاتوا دول مناسبين جدا، مناسبين من حيث الخبرة ومناسبين من حيث التكلفة، لان تكلفتهم ما بتبقاش عالية قوي، يعني نقدر نبتدي بيهم. وتالت فكرة هي أدوات المطبخ، من الأفكار المميزة جدا وتليق على مناسبات كتير بالأخص عيد الأم. ومن هنا نكون دخلنا في الليفل الأعلى شوية، ممكن نعمل بوكسات الهدايا زي اللي عملناها مع بعض قبل كده وزي اللي بنعملها مع بعض دلوقتي. ركزوا هنا معايا، فاكرين النقطة دي عملناها مع بعض قبل كده في تاني حلقة بطرف آلة الحرق، وبضغط على مكان النقطة لفوق. ودلوقتي نرجع للمشروعات اللي ممكن تتعمل من هواية الحرق على الخشب. ممكن كمان نشتغل على جذوع الخشب، بتبقى مناسبة جدا للديكور. ممكن نشتغل على قطع خشب زي دي، حاجات للذكرى أو بمناسبات معينة. وندخل في تفاصيل أكتر من كده زي قطع الأساس، ليها أشكال وديزاينات مختلفة جدا في نفس الوقت تحفة جدا. ودلوقتي وصلنا لأعلى ليفل اللي هو بالنسبة لي ليفل الوحش، وهو البورتريه أو اللوحات بشكل عام، لأن ده أكتر حاجة فيها تفاصيل كتير جدا ومحتاجة دقة وتحكم في الأدوات. وغير كده لازم تبقى عارف مبادئ الرسم ومبادئ التظليل، ده هيفرق جدا في تأثيركم على اللوحة وإحساسكم بيها، وهيفرق جدا في التفاصيل اللي حابين تضيفوها على اللوحة. وزي ما قلتلكم من البداية، مع التدريب والاستمرارية تقدروا توصلوا للليفل ده. وبكده انا اديت لكم معظم الخيوط اللي تخليكم تكملوا في الهواية دي. وطبعا في قنوات كتير متخصصة في هواية الحرق على الخشب، بس للأسف اللي انا اعرفهم معظمهم بالانجليزي. بس لو تعرفوا اي قناة حلوة بالعربي خلينا نساعد بعض ونكتبها في الكومنتات تحت. ولو حد حابب يعرف اي قناة من اللي انا بتابعهم ياريت يراسلني على الفيسبوك او الانستجرام. بحاول في كل نقطة مهمة افكركم عملناها في انهي فيديو، علشان لو حابين ترجعوا لها وتشوفوها تاني بالتفصيل. وهنا دايرة العين والنقطة اللي في النص اتدربنا عليهم في الفيديو الثالث والفيديو الخامس مع بعض.
طيب دلوقتي هنلزق ورق الدهب، وعلشان نلزق ورق الدهب هنحتاج غيرة أبيض وفرشة رفيعة علشان نغطي بيها المساحة اللي هنعملها بورق الدهب. وعلشان الرسمة هنا صغيرة استخدمت فرشة رفيعة خالص عشان المساحة عندي صغيرة خالص برضو. باخد الفرشة وببتدي أغطي المساحة اللي حباها بالغيرة. أنا هعمل جزء من الراس والوردات وجزء من الريش كمان. وبعد ما غطيت كل الأجزاء اللي أنا عاوزاها بالغيرة الأبيض هبتدي أجيب ورق الدهب وأغطيه بيه، وهركز على الراس في الأول وبطبطبة خفيفة خالص هثبت ورق الدهب، وهاخد البواقي من الجناب وهثبتها في باقي الفراغات. مش هنهدر حاجة خالص من ورق الدهب. هسيبه شوية، وأول لما أحس إنه نشف تماما هجيب فرشة عريضة وهبتدي أشيل الزوايد بالراحة جدا. بقدر الإمكان خليكوا حنينين وانتوا بتشيلوا ورق الدهب. مش عاوز أقولكوا شوية الفرافيت اللي طلعوا من ورق الدهب مالوا المكان كله، المكتب وإيديا وعلى هدومي. على قد ما كنت بفكر هنضفه ازاي، بس في نفس الوقت كنت مبسوطة جدا زي الأطفال بالظبط، لأن المكان كله كان بيلمع وشايني جدا. وده الشكل النهائي بعد ما لزقنا ورق الدهب. أظن في فرق كبير وادى لمعة ورونق وقيمة للقطعة أكتر من الأول. ودلوقتي جه الوقت ان احنا نلم ادوات وحاجة الحرق على الخشب علشان نبتدي بديكورات الكريسماس وطلبات الكريسماس ومشتريات الكريسماس. مش قادرة اوصف لكم متحمسة قد ايه للفترة دي. انا بجيب اي علبة عندي وهعين فيها الادوات، مش لازم نشتري علبة مخصوص، المهم الادوات تكون متعانة ومترتبة مع بعض في مكان واحد وانا عارفة مكانها. ودلوقتي هنتفرج مع بعض احنا عملنا ايه في الفترة اللي فاتت. اول فيديو كان عن الادوات، والتاني والتالت اتدربنا على الخطوط والمنحنيات والتظليل الناعم. وعلشان كنا بنشتغل بشكل عملي في كل فيديو، ففي تاني فيديو عملنا البوك ماركس دي. وكمان اللوحة التحفة دي. أما الفيديو الرابع فاتدربنا فيه على الحروف بأشكال مختلفة، واعتمدنا على الخطوات اللي اتعلمناها في فيديو التاني والتالت. وفي نفس الفيديو عملنا مع بعض البوكس التحفة ده. وفي الفيديو الخامس عملنا اللوحة القمر دي، وعرفنا مع بعض ازاي نستخدم ألوان المية، وعرفنا مع بعض كمان ايه الأدوات الاحترافية اللي ممكن نحتاجها لو حابين نكمل في هواية الحرق على الخشب. وفي آخر فيديو اللي هو فيديو النهاردة عرفنا مع بعض ازاي نثبت ورق الدهب، وعرفنا كمان كل المشروعات اللي ممكن تتعمل من هواية الحرق على الخشب. وبعد المجهود ده كله حبيت أكافئ نفسي وأقف شوية في مكاني المفضل عند الشباك وبين زرعتي الحلوين. وما تنسوش هنبتدي ديكورات الكريسماس قريب جدا، فخليكم متابعيني دايما، وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي.